القمح هو النعمة الأصلية للمواطن، وهو من الركائز الأساسية لاستقلالية الوطن. بعد عام على تأكيد عبد المجيد تبون على أولوية زراعة القمح، حان موعد حصاد جديد وتسليط الإعلام الجزائري الرسمي على توفير الحكومة الآليات اللازمة لموسم الحصاد. إلا أن قناة ميدي وان، وهي وسيلة إعلام المغربية، شككت بمصداقية التقارير الجزائرية. دعونا نأخذكم إلى بعض من المشاهد التي عرضها التلفزيون العمومي الجزائري. هذا واحد من الفيديوهات التي نشرها التلفزيون الجزائري هنا مثلا، يتضمن مؤثرات صوتية ويظهر فيديو ملتقط بالدرون موكبا طويلا من عشرات الشاحنات، معظمها باللون البرتقالي وأخرى بيضاء، أثناء السير على طريق إسفلتي طويل. كما أن الفيديو ملتقط من أكثر من زاوية، وقد استخدم محرر الفيديو بعض أدوات التحرير مثل تسريع الفيديو وتصحيح الألوان. هناك تقارير للمراسلين بذات التصوير بالدرون، وفيها يسمع الصوت الأصلي للشاحنات حول حملة الحصاد بولايتي إدرار وتيميمون. الولايتان استفادتا من دعم الولايات الأخرى بشاحنات النقل والحاصدات بسبب وفرة المحاصيل التي تفوق قدرتها على النقل. مقدمة برنامج أصداء النت حنان تسوري على قناة ميدي وان المغربية قالت إن الفيديو الجزائري معمول بالذكاء الاصطناعي. شاهدنا خطا طويلا من الشاحنات، وشاهد العالم كذلك هذا الخط الطويل من الشاحنات، لكن هذا الفيديو كله بالذكاء الاصطناعي، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الوضع على الأرض. هو تحايل واضح وتضليل إعلامي كبير ومهزلة بل فضيحة جديدة للنظام الجزائري. هكذا تنوعت وتباينت تعليقات النشطاء على هذا الموضوع عبر مختلف منصات التواصل. البرنامج ولكي يعزز تلك الفكرة استضاف أيضا شوقي بن زهرة، يعرف عن نفسه بأنه ناشط سياسي جزائري من باريس، وهو معروف بآرائه المعارضة للنظام الجزائري. ورأى أيضا أن الفيديو مفبرك دون أن يتطرق إلى أي تفاصيل حول ذلك الفيديو الذي تم عرضه على التلفزيون الجزائري، لكن هذا ما قاله. النظام الجزائري منذ السنوات الأخيرة خلق عالم موازي عبر التلفزيون العمومي وفي نشرة الثامنة كما يتم تداوله في الأوساط الشعبية، أنه كل شيء متوفر، أنه المواد الأساسية متوفرة في نشرة الثامنة، أنه الجزائر قوة ضاربة، أنه الجيش الجزائري أقوى جيش في المنطقة، أنه الجزائر في 2023 حسبهم كانت دخلت منظمة البريكس تقريبا، ولكن الحقيقة أنه كل شيء ينافي ما هو موجود في هذا التلفزيون العمومي. الشريط الذي يعني العام أي شخص يعني طفل صغير ممكن أن يلاحظ بأنه ليس حقيقي. الادعاء بأن الفيديو الجزائري معمول بالذكاء الاصطناعي تحول إلى مادة دسمة بين الجزائريين والمغاربة على مواقع التواصل. هنا بعض من التعليقات. عبد الرزاق يقول: يبدو أن الإعلام المغربي لم يهضم الثورة الزراعية الكبرى في الجزائر بين قوسين أدرار، ويتهم التلفزيون الجزائري بفبركة الحقائق على الأرض، ويقول إنها صور من الذكاء الاصطناعي. ماذا يقول أحمد؟ يقول: رغم كل هذا أدرار لا تمتلك ولا طريق واحدة من المستوى الجيد، كل الطرق مهترئة. فهو يشكك أصلا في أن يكون هناك طريق في تلك المدينة. أما هنا عبد الحق يقول: عبد الحق المهزلة هي انزلاق قناة ميدي وان في نفس مستنقع الإعلام الجزائري والمعاملة بالمثل. هل لم تجد هذه القناة أي موضوع لمناقشته، أم أنها وجدت هذا الموضوع سواء كان صحيحا أو مفبركا مادة دسمة؟ ما هي الفائدة المضافة من هذا الموضوع؟ إضافة إلى تلك الفيديوهات، فيديوهات الشاحنات، نشر التلفزيون الجزائري تصريحات لمسؤولين جزائريين يؤكدون فيها على تأمين المتطلبات اللوجستية لموسم الحصاد، ومنها تصريح لمدير النقل بالديوان الجزائري المهني للحبوب، وهذا ما يقوله: نحن اليوم في ولاية النعال للوقوف على حسن سير هذه العملية،
حيث سخر الديوان الجزائري المهني للحبوب كل الامكانيات الماديه والبشريه واللوجستيه، تمثلت في ما يفوق 160 شاحنه لنقل الحبوب، بالاضافه الى مختلف الاعداد للنقل وتجميع المحصول. مشاهدينا، نحن في ترندينج سألنا قناة ميديا وان عن الدليل الذي استنتجوا من خلاله أن فيديو التلفزيون العمومي الجزائري معمول بالذكاء الاصطناعي، لكن لم يصلنا أي رد حتى الآن.